وطبعا الخطوة دي يا حبيبة قلبي هتخليها مقرمشة وزي الفل معاكي وبالهنا والشفا. سلام عليكم حبايب قلبي، لو هالة عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم الفراخ البانيه باسهل ما يمكن وباسهل طريقة ممكن تتخيلوا. بحبكم في الله وتابعوني. انا بحب اجيب الصدور يا حبايبي واعمل انا البانيه في البيت. بحس ان فيها بركة كده وكتير، وصراحة بتكفي وبيفيض مننا كمان. بس انت لو عندك البانيه جاهز مفيش اي مشكلة. طبعا دي الصدور اللي كانت عندي، انا بعمل معاكم البانيه وهي متلجة كده شوية. بقعد اعمل كده زي ما انتوا شايفين واقطعها، لان لما بتكون لسه مجمدة شوية بتعرفي تاخدي فيها راحتك. بصراحة انا بنصحكم تجيبوا الصدور وتعملوا انتوا البانيه في البيت، هتحسوا ببركة والحاجة كتير كده، وبسم الله ما شاء الله هتوفر معاكم كتير. بحبكم في الله، لو يعني فيها كده شوية حب تعملوا لايك واشتراك. طبعا حبيبتي انت زي ما انت شايفاني كده انا بقطع الفراخ، وبسم الله ما شاء الله عملت كمية كبيرة زي ما انت شايفة، بسم الله ما شاء الله. حتى من فوق كده خدناها معانا بقى بيضة، احط عليها البهارات بتاعتي، انتوا عارفينها قلت لكم بحط من جميع البهارات وبحط عليها ملح. وطبعا بعمل في البيضة كده زي ما انتوا شايفينها بالشوكة، بفكها من بعضها وبحطها في البولة، واحط عليها كوباية لبن صغيرة مش كبيرة، عشان الكوباية اللبن دي بتخلي البانيه بسم الله ما شاء الله طري كده وانت بتاكليه وايه وجميل. ودي مع شطة لو حسب رغبتكم، انتوا بتحبوها سبايسي ولا ايه؟ لو بتحبوها حراقة شوية فانتوا ايه تحطوا نص معلقة شطة كده، وتحطوا طبعا البانيه بتاعكم الفراخ في الخلطة دي، وتقلبوا فيها كده شوية. وهي كوباية اللبن بسم الله ما شاء الله بتاخد مش بتاخد كتير يعني. ونحط عليها مكعب ونبتدي نقلب فيها كده يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين، ونغطي عليها شويه كده. معانا الطماطميه والبصليه الصغيره دي وثلاث فصوص توم، هناخدهم على الخلاط ونضربهم ونحطها عليهم ونقلب. حي... يعني حاجه الفريش دايما مفيش احلى منها، صدقوني بيبقى طعمها في منتهى الجمال. معايا هنا كوبايه دقيق، حطيت عليها معلقتين نشا كبار، النشا ده بيديها قرمشه بسم الله ما شاء الله. جربوا قولوا رأيكم. وديت كان عندي بقسماط مطحون على فيجيتار، حطيت كده حوالي 4 معالق كبار وقلبتها زي ما انتوا شايفة. وبرضو نص معلقة البهارات بتاعة هالة اللي انتوا عارفينها قلبتها معاهم علشان تدي الطعم. هنجيب حبيبتي بقى البانيه بتاعنا ونضغط عليها بكل قوتنا كده في صينيه ولا في حاجه كده، ما تحطوش في طبق صغير عشان يعني ايه برضو ما تبوظوش الدنيا حواليك. بحط في صينيه كده وتعملي الكميه كلها مره واحده وتضغطي عليها جامد. مش هقول لك بقى نعمله كده وبعدين نحطه في ميه، انتوا هتشوفوها دلوقتي معايا بسم الله ما شاء الله هتلاقوها زي الفل، ولا ميه ولا حطيتها في ميه تاني ولا اي حاجه. خدت كمية بس اضغطي عليها جامد عشان ما تفكش منك، بكل قوتك كده تضغطي الدقيق مع النشا، وتضغطي مع كده البانيه بسم الله ما شاء الله هتلاقوها معاكوا زي الفل. طبعا انا خلصت الكميه كلها كده افضل واحسن، وجيت على النار في زيت غزير، يعني مش غزير قوي يعني زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت الكاميرا مكانتش شغاله فانا ما كنتش صورت يعني، فانا حطيت اهوتي في الزيت. وطبعا تحطي غطا عليها وتسيبيه موارب شويه وتقلبيها كل شويه حبيبتي، ما تسيبهاش يعني اول كده ما تحسي ان هي خلاص بدات تاخد لون تقلبيها كل شويه كده ايه مره وترجعي تحطي الغطا تاني علشان تكون مقرمشه معاكي. وزي ما انت شايفه كده هتعملي كل الكميه بتاعتك وهتطلعها باللون الجميل ده، وكانت بسم الله ما شاء الله والله مقرمشه وكانت جميله. ودي الكميه كلها يا حبيبه قلبي بعد ما خلصت. بصراحة القرمشة بتاعتها كانت جميلة بسم الله ما شاء الله، وكان طعمها فعلا الأولاد قالوا لي جميلة يا ماما وتسلم ايدك. لايك واشتراك لحبيبة قلبك هالة، وبالهنا والشفا. ودايما يا رب في كل وصفات تعجبكم، وياريت تقولوا رأيكم في الكومنتات وتشجعوني. ويا رب دايما اكون وصفاتي بتعجبكم وتجربوها وتلاقوها جميله. والله انا بديك كل معلومه. في كده معلومه حبيبتي عايزه اقولك عليها، في ممكن تبقى تجيبي معلقه نشا كده بعد ما خلصت الخلطه ايه
وتعمليها على الدقيق، بتدي قرمشة جميل.